كل شيء مريقل، كل شيء مريقل سيد. شوارعنا نظيفة، ما عندناش تلوث، مناطقنا السياحية لباس، شطوطنا نظيفة، الحكومة عندها برنامج قوي، الاقتصاد بدأ يتحسن، وضعنا الاجتماعي مريقل، الشعب شيخ، العصافيط وزقزق، دنيتنا كلها مريقلة. السلام عليكم. نعرف اللي عندي برشا قصص على اليوتيوب، اما مشاغل الدنيا تحكم فينا ديما، وكي نرجعوا كان بحاجه اسحاق. اذا قبل ما نبداو الفيديو صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسميه بسم الله نبداو. نتصور ان الكل نتفقوا الوضع اللي وصلنا له اليوم في البلاد يسحق ان نقوموا ونحكيوا عليه. الناس الكل خايفه ومش عارفه السكه وين تهزنا، والسكوت ما عنده وين يوصلنا. لذا لازم نفيقوا كشعب. وكي نحكي عن الشعوب بالرسمي شعب تونس نجم تاخذه كمثال، خاطرنا عددنا قليل وتاثيرنا كبير في العالم، رقعه جغرافيه صغيره حتى كان تعبه اقتصاديا وسياسيا شعبها قوي. لكن القوه هذه ما تنجمش تطول كي تبدا الدوله ماهيش موفرت لنا ابسط حقوقنا. الماء والضوء واللي قريب تصير عليهم حرب في وقتنا توا. 24 ولايه كل مره بلاصه قص عليها الضوء من غير لا يعلموهم، وفما بلايص ما تتقلقش كي يقص عليها الضوء خاطر ديجا الدوله ماهيش موفرته لهم. وهذا اللي ما حبش يستوعبوا مخي. كيف في 2026 وقريب ندخل في 2027 وقت اللي الدول وصلت تصنع فكرها بتمشي بالضوء، احنا مازلنا نلوجوا على كيفاش نوصلوا الضوء هذاك لدار معينه باش نجموا نشعلوا انبوبه. عادي جدا انت توا تبدا تتفرج فيا على التلفزه ولا البي سي نتاعك وتلقى روحك في الظلام. علاش؟ تو سامبلومون خاطر الضوء قص عليك. وليه؟ قلنا يمكن فما بان صاير في البلاد نتاع نهار والا نهارين وتيرجع كل شيء كما كان. اما بالطبيعه ما صارش هذا الكل، خاطرنا توا مازلنا نعانيو في نفس الحكايه اكثر من الجمعه والوضع مازال مكمل. وحتى كان الضوء مش مقصوص راهم طايحين فيه، اللي خلى الكليماتيزورات ما عادش تبرد جمله، والعباد تسخر الكليماتيزور تهلكت وتجيب في صلاحه يتحايلوا عليهم وما يتبدل حتى شيء، خاطر في الاخر المشكله ماهيش من الكليماتيزورات، المشكله من الضوء. وحلها كاين الكليماتيزورات الانفرتر واللي بتبيع المواطنين الزواوله ما نجموش يشريوه خاطر غالي. اي معك ما نسيبوكش وربي معك وربي لاباس انا معاك الكل. ما كتب لك كان الخير ان شاء الله. رجال معاك ان شاء الله. البلوك هذا في الكاترين نتصور عرضتكم الفيديو هذا نتاع راجل يتعصر في الاسانسور خاطر قص عليه الضوء. وتخيل معايا في السخانه هذه وانتي واحد غادي وكيف طفله صغيره هذه اللي صار لها نفس الموقف. انا ما مشيتش هاني بحذاك اخضر هاني لهنا هاني لهنا انا لهنا تخافش تخاف مروح على روحك عايش بنتي مروح على روحك ما تخافش عايش بنتي ما تخافش هاكا توا عندك الضوء وعندك الماء وعندك المروحة باهي. وين هاني بحذاك مشيو بها الضوء الاسانسور ويطلعوا خطبتها. بالله تخيلوا معايا عندي طفل صاحبي عنده شكون توفل والله يرحمه. تخيلوا معايا الضوء مقصوص عليهم وهما في دار موت عايشين على الشمعة. وبالطبيعة الشباب ما نجمش يقص الضوء وحده من غير لا يخلط عليه الماء. برشا بلايص زيادة توا في تونس قاعدة تعاني من قصانة متاع الماء. وتخيل معايا في السخانة هذيا الضوء عندك مقصوص والا الماء مقصوص والا نجم يكونوا عندك لي زوبسيون زوز ويكونوا الضوء والماء مقصوصين عليك مع بعضهم. واللي يقر في الحكاية انهم يقعدوا بالسوايع قاسينه. عادي جدا تظلم عليك الدنيا توا وترجع ضوء كان بعد 5 سوايع، ولا يلعبوا معك في الساعة الواحدة يقصوا عليك 3 مرات. بالله شوفوا معايا الفيديو هذايا خاطر بالرسمي وانا نكتب في الفيديو ما لقيت ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب. بالله شوفوا حالة بابا توا الضوء مقصوص عنده 1.5 ساعة، ماكينة الأكسجين ما تمشيش. شكون هنا يتحمل مسؤوليته؟ الراجل تعب مسكين ما ينجمش يتنفس. نمروح عليه من بكري. شوف من بكري نمروح عليه. شنو هي الحل هنا؟
شكون يتحمل مسؤولية؟ ساعة ونص ولا أكثر، إلا من الله قدر تصير له حاجة منوبة توا عندها ساعة أكثر من ساعة ونص، ساعتين. هاكا الكليماتيزور كان يعاون شوية، كان تاع الأكسجين تعاون شوية، توا شكون باش يعاونوا مسكين؟ المروحة عليه من سخانة تقريبا 41 سخانته طالعة. توا شكون يتحمل مسؤولية؟ ستيق لهنا وين يجيو يشوفوا الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذاك شنو نجم نقول. اللي باش يصير في بابا من بعد تحملوا مسؤوليتهم. يعني ناس حياتها مرهونة في مكينة تعيش فيهم، ربي يعلم بحالهم وانت تجي تقص الضوء على حياتهم ومش عليهم هما باش تفهموا البشاعة متاع الموقف اللي صار. وعائلة الراجل المساكن ما لقاو حتى حل. المشكلة انه ابسط الايمان يخرج اي واحد عنده منصب هام في ستيج يفسر لنا الوضع وشنو هو قاعد يصير في البلاد، خلي على الاقل نكونوا عارفين وين ماشي بينا. قالكم في الفيديو متاع دحدح كيف العباد معلقه في السماء وفجأة يقص عليها الضوء. بالله تخيل روحك في بلاصتهم، الناس كلاها الرعب. اعطونا الماء، اعطونا الماء، رانا مش نموتوا، رانا متنا بالسخانة، رانا اعطونا الماء، اعطونا الماء، راني مريضة بالقلب، اعطونا الماء. هي راي تو كي تعمل هكايا، هي راي عندها الحق، راي مرا مريضة مسكينة ما تكركر بدون ماء من الكنال وتجيبه الا يعلم بها كان ربي. اعطونا الماء، انسان ما يحس الجمرة كان اللي يحفز عليها. الفيديو هذا كان تروى يضحك الحقيقة، راوي يأسف، قطر الماء مش واصلة للعباد في الطقس هذا، كيف تحبهم يعيشوا بالله؟ كان احنا مشكلتنا الماء قص علينا كل مرة، هما مشكلتهم ما عندهمش ماء اصلا. ما ننساوش زاد الحريقة اللي صارت الايامات هذه في غار الملح والرفراف، الجبل كله تحرق والنار شالة فيه، كانوا نجموا من الاول اللي طفيوها اما فات الفوت بالطبيعة، والنار انتشرت على كبر الجبل، واكيد الضوء وقتها قص. وتخيل معي الحريقة قدامك والنار لعبة وانت كالعادة ما عندكش ضوء. من غار الملح باش نهزكم للكيف، وكيف كيف تفرجوا معايا نفس المشهد. وبالرسمي يا ناس راهي الكيف ما تقلش اهميه على غير الملح، خاطر الناس ماهيش قاعده تحكي عليها وماهيش عطيتها اهميه كبيره. ما تنساوش اللي كل قطعه ارض تابعه تونس كانت مست راهو تمسينا احنا، بعيدا عن الدوله والسياسه والرؤوس الكبار. تونس راهي بلادنا وبلادنا مزيانه، وبالرسمي رانا ما ريناش منها نخايب كارض، واليوم خسرنا جزء مهم برشا من الزينه متاع بلادنا. اليوم النار كلتنا بلادنا، غدوة تعرف شنو اخر ينجم يصير. فما فيديو عرضني اليوم على الانستغرام ولا ندور بالرسمي لحم يشوب كيريتو، تفرجوا معايا. كان احنا بشر وصار فينا هكا، من الحيوانات شنو تتوقعوا يصير لهم؟ اليوم كارثة في زهوان مع شركة معروفة تربية الدواجن، أما نسبة وفيات فاقت 90%. كما قاعدين تشوفوا في الفيديو 90%، فما أكثر، فما باطنات 100%. ورغم تشوفوا معناها توجي طالعة قاعد يصب بالمراوح طفي، الماء ما فماش، الدنيا وقفت. فما 10% هنا تاع الدجاج قاعد يطفي يلهب عليه علامات الجهاد الحراري. وبياسور معناها اذا كان تواصل الشيء هذا ال 10% لقاو باش يموتوا. سونتر كامل معناها مات، سونتر كامل، حاجه راهي مأساويه كارثه بأتم معنى الكلمه. والسبب هو انقطاع الضوء اللي بالحق معناها كلف خسائر معناها كبيره للمربين، خاصه المربي هذا في ولاية زهوان. شو نقول، أنا عندي تو 15 سنة في القطاع، ما ريتش نسبة نفوق مرتبطة بالإجهاد الحراري كما اللي ريتها اليوم. جينا اليوم معناها ونادالي
هذوما معناتها هنا حالات اللي ما نجموا نعملوا فيهم حتى شيء، ما فماش علاج، ما فما حتى شيء. هذه صورة جديدة تشوفوا فيها كيفاش 90% من الدجاج مات من جرة قصان الضوء، خاطر ما نجموش يتحملوا السخانة. ربي يعوض ان شاء الله. وبالله فرد مرة بتنساوش لقطتوا الكلاب اللي في الشارع، اعطيهم الماء، هذا كان ما قصوش عليكم بالطبيعة، واللي نجم يوكلهم يوكل. الطفلة هذه زاد شنو ذنبها باش في عمرها الصغير هذا توصل تسلم روحها لربي طول وما عادش تقدر على الحركة، خاطر بالطبيعة فماش ضوء. هذا خرتها مع قصان الضوء. هلا غالب بنتي تتعب بالسخانة ياسر، نعدي وطول ما الضوء مخصوص نعدي هك، نقعد المروح نهار كامل هك، حسبي الله ونعم الوكيل، يقتلوا فينا واحنا حيين هكك، حسبي الله ونعم الوكيل. مازالت شي حاجة أخرى ما عملوهالناش. فيستيك حتى كان برسمي فما مشكل كبير صاير عندكم وفما اسباب ما نعرفوهاش احنا كشعب، راهو ما يجيش تقعدوا المده هذه الكل وانتم كل مره بان. ويا ناس راني ما عندي ما نقول لكم غير بالرسمي ربي يفرج على تونس، وراي ازمه كالعاده صعيبه تتعدى علينا، واحنا كشعب ماهيش اول مره تتعدى علينا ازمه صعيبه، حياتنا كل نتعداو من ازمه لازمه معناها، وديما نخرجوا منها كالشعره من العجين. ديما نقولوا ربي يفرج علينا ان شاء الله. وميساج اخر بالله، رانا احنا ديما ندعيو اما الدعوه وحدها ما عندها مطعم راهو كان ما سعيناش، فلازمنا نسعاو العباد الكل، وان شاء الله ربي كاتب لنا كان الخير. تنساوش لايك وسبسكرايب كان عجبكم الفيديو. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتقابلوا في فيديو اخر. قداش من ام في زيارة على ولدها تعيد، قداش من تونسي في اللي عانات اسمه مقيد، قداش من مرة نصيحوا ونقولوا قيد، ما تخافوش ربي قد ما تخافوا.